الخير عليكم من راديو الحياة FM وبرنامجنا من جوه البر. برنامجنا مساحة نفسية بنتكلم فيها عن كل ما يخص صحتنا النفسية عشان يكون عندنا جهاز مناعي نفسي قوي زي ما احنا بنتمنى ان احنا يكون عندنا جهاز جسدي مناعي قوي. يلا بينا نبدأ حلقتنا في موضوع جديد برضو من اختياركم. المية تكدب الغطاس. المثل ده عادة بنقوله لما بيكون في حد حابين ان احنا نشكك في حياته او نشكك في نواياه، فبنتعامل معاه على ان احنا بنكدبه الى ان يثبت العكس. ولكن في حياتنا بقى العادية مش بس المية اللي بتكدب الغطاس، ده دماغنا كمان احيانا بتزيف الحقائق وبتحاول تورينا سيناريوهات بتحصل معانا غير اللي هي المفروض تكون عليها. وده اللي احنا بنسميه في علم النفس التشوهات المعرفية او الافكار اللا عقلانية. الكلام ده بيحصل ازاي؟ الاول حابة اقول لكم ان احنا الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن صدمات الطفولة والمشاعر وجذورها، فجالنا سؤال بيقول لنا طب الجذور دي ليه بتخلينا نتألم بشكل يومي؟ اللي بيخلينا نتألم بشكل يومي مش بس الصدمات ولكن الأفكار الناتجة عنها اللي بتخلينا نتعامل مع المواقف بعد كده بشكل ما غير منطقي. طيب النهاردة هنتكلم عن 3 أفكار لا عقلانيين، وده على سبيل المثال وليس على الحصر. ان احنا دلوقتي ايه هما ال3 أفكار اللي ممكن يحركونا، وانت بقى اعمل بقى ريفلكت على نفسك واعرف هل انت بتتعرض للأفكار دي ولا ما بتتعرض لهاش. مبدئيا لازم نعرف ان الأفكار اللا عقلانية دي بالظبط عاملة زي الفلتر. عارف الفلتر اللي احنا بنتصور بيه وبيبين لك حاجة غير اللي انت عليها؟ هي برضو الأفكار اللا عقلانية كده عاملة زي الفلتر، بتخش عليها المواقف بتتفلتر وبتطلع بنتيجة غير النتيجة اللي المفروض تطلع عليها. زي مثلا فلتر يا ابيض يا اسود. الفلتر ده يا انا ناجح بامتياز يا انا فاشل اصلا. طب ده ازاي؟ زي مثلا لو كسرت يوم في وجبة الفطار الروتين بتاعي وانا عاملة دايت يبقى كده اليوم باظ. هنا بصيت نظرة ابيض واسود، فبيخليني التفكير ده يا انا ماشيه ناحيه اليمين قوي يا انا ماشيه ناحيه الشمال قوي، ما عنديش نظره حياديه، وده بيخليني دايما عايشه في جلد ذات مستمر. اقل تصرف بعمله بيوترني وبيضايقني وبيحسسني ان انا كده مقصره في كل حاجه بعملها. طيب تاني فلتر تعالى اقولك عليه هو قراءه الافكار. ده يا صاحبي بالظبط، عارف انا بعرف اقرا افكار كل الناس اللي حواليا، بعرف هما بيفكروا في ايه وعايزين يقولوا لي ايه وايه ردود افعالهم من ناحيتي. ده زي بالظبط لما اكلم صاحبتي في التليفون فما تردش عليا فافتكر انها زعلانه مني او انها قررت تقطع معايا، او مديري يطلبني في الشغل فاحس ان انا كده قصرت في حاجه وهو هيخصم لي. النوع ده من الافكار بيخليني دايما متوتره وشاكه في نفسي وشاكه في طريقه افعالي اللي حواليا. تمام؟ طيب والنوع ده كمان عشان نقدر نسميه بشكل علمي فهو اسمه القفز للاستنتاجات. دايما بيخليني ممشيش ناحية الخطوات، بيخليني دايما امشي ناحية النتيجة. انا رد فعل للنتيجة اللي هتحصل الا الله اعلم برضو هتحصل ولا لأ. ده بيعمل معايا ايه بقى؟ ده بيعيشني في حالة من التوتر والقلق والخوف المستمر، وبيخليني خايفة دايما من رد فعل الناس حواليا. انا عملت كذا فالناس هتتعامل معاه بكذا فانا دايما قلقان. ثالث نوع ده حاجه كده يعني ربنا يعافينا، هو التهويل. اي موقف بسيط بيحصل انا بحوله لكارثه، كارثه حرفيا بالمعنى الحرفي. عقلي بيوديني لحته انا معرفش هي فيها ايه. زي بالظبط كده لما يكون مطلوب مني تقرير في الشغل وما اعملوش، فجأة كده ألاقي نفسي فكرت إني مش مجرد هيتخصم لي مثلا عشان التقرير ما اتعملش، لأ ده أنا المدير ممكن يرفدني وأنا كده مش هلاقي شغل والعيال هيتشردوا وإحنا كده هنبقى في مجاعة والدنيا هتخرب. أو ابني مثلا يجيب 18 من 20 في الامتحان، فبدل ما أنا أشوف الموضوع بسيط وإيه هي الأسباب وإيه هي الحلول، لأ ده أنا كده الولد هيبقى فاشل ومش هيبقى ليه مستقبل
ومستقبله ضاع ومش هيلاقي شغلانة مناسبة ولا هيلاقي كلية عدلة ولا هيعمل أي إنجاز في حياته. التفكير ده حرفيا بيخليني دايما مهدد ودايما حاسة إن الخطر هيجيلي من أي حتة لأي موقف بسيط. طيب التفكير ده اسمه إيه؟ التفكير ده اسمه التهويل أو الكارثية. طول الوقت حاسة إن أنا عايشة في حالة طوارئ، مستنية إن أي حاجة تحصل وأي خطر ممكن يحصل، برغم إن الأحداث ممكن تكون ماشية عادية والدنيا طبيعية جدا بالنسبة لأي شخص تاني. طيب ببساطة كده كل التشوهات المعرفية سواء اللي احنا قلناها أو اللي لسه ما قلناهاش ما هي إلا أفكار تلقائية. دي نتيجة برمجة قديمة عقلنا اتبرمج عليها، غالبا بتبقى سببها الأحداث اللي حصلت معانا في الماضي وخلتنا نبرمج عقلنا بنفس البرمجة دي. حاجات اتخزنت في عقلنا من غير ما نحس وبتطلع منا بشكل تلقائي كأفكار تلقائية. أول ما بيحصل الموقف بتطلع الفكرة من غير أي فلترة تاني مني ولا أي تدخل. طيب دورنا هنا إيه؟ دورنا هنا إن إحنا طالما بقى عندنا وعي إن في حاجة اسمها أفكار لا عقلانية، إن إحنا نتعامل معاها. أنا أشوف إيه الفكرة اللي بتجيلي ونتيجتها بتكون إيه عليا. هل الفكرة دي فكرة صح ولا هي فكرة مش مظبوطة؟ طيب ده أعمله إزاي؟ ده أعمله بخطوة إحنا قلناها في الحلقة اللي فاتت وتقدروا ترجعوا لها براحتكم، إن إحنا بنحاول نبرمج عقلنا برمجة جديدة غير البرمجة اللي إحنا اتبرمجنا عليها أساسا. يعتبر كده هنحاول إن إحنا نعمل سوفت وير جديد للبرمجة اللي إحنا اتبرمجناها. وجي دوري إن أنا أسألكوا سؤال، يا ترى بعد ما شفتوا الحلقة هل انتوا بتعملوا حاجة من الحاجات دي؟ هل بيجيلكوا فكرة من الأفكار اللي احنا قلناها؟ بعد الفاصل هقول لكم تعملوا ايه لو جات لكم فكرة من الأفكار اللي احنا قلناها. ورجعنا لكم بعد الفاصل وقلنا ان احنا لو انت دلوقتي بتجيلك اي فكرة من دول تعمل معاها ايه. قاعدة كده خدها في حياتك، اي فكرة تجيلك سواء كانت فكرة سليمة او فكرة لا عقلانية فكر في الفكرة. اول ما تحس ان انت جاتلك فكرة تعالي اهلا وسهلا، انا محتاجة احطك على ميزان وهقيمك وهديكي درجة من 10. الدرجة اللي انا هديها لها دي هشوف ايه الافكار اللي بتأيدها او ايه المواقف الحقيقية اللي بتأيدها وايه المواقف الحقيقية اللي بتقتل الفكرة دي. بعد كده هشوف هي فعلا فكرة حقيقية بتجيلي ولا هي فكرة متخزنة وقديمة ومحتاجة ان انا اتعامل معاها كأنها فكرة غير منطقية. فنصيحتي ليك خليش الافكار توديك في حتة انت المفروض ما تروحهاش. فكر في الفكرة واعرف ازاي اتعامل معاها، ونشوفكم الحلقة الجاية في موضوع برضو من اختياركم.